مساء النور حبايبي وحباباتي، كما راكم تشوفوا راني اليوم جيت وجبت لكم وصفة قلب اللوز، الوصفة الصحيحة والناجحة 100%. كما راكم تشوفوا هنايا راني بديت نحضر في الشربات تاعي. انايا درت 2 كيسان نتاع سكر، وربع كيسان كيما تاع ما كما راكم تشوفوا. الكاس الاول هذا الكاس الثاني، راح نزيد الكاس الثالث والكاس الرابع. هنا في الشربة تاعي مزدت لها حتى حاجة، درت 2 كيسان ما، وربع كيسان تاع ربع كيسان تاع ما، و2 كيسان تاع سكر، ودرتها على نار هادية وخليتها حتى تغلي على غلتها. كما راكم تشوفوا هنايا راني انا كيلت بهذا الكاس، كل وحده وتكيل بالكاس اللي عندها باش تخرج لها الوصفة ناجحة. هنا بعد ما درت في الشربات 2 كيسان سكر وربع كيسان ما، هنايا درتها ربع كيسان تاع سميد الخشين، يعني سميد الغليظ كما راكم تشوفوا، كاين اللي يقول سميد شيشة. هنايا راني عبرتها ربع كيسان، حطيتهم على جهة كما راكم تشوفوا، وراح نعطيكم حتى السر تحت الوصفة. وهنايا راح نخلط معها كاس تاع مازار وكاس تاع زيت كما راكم تشوفوا، 2 كيسان تاع سكر. يعني في هذه الوصفة ما استعملت لا الماء مع السميد لا حتى حاجة ابار الماء اللي درته في السيرو. كما راكم تشوفوا هنايا راح نفرغ 2 كيسان تاوعي تاع السكر. هنايا راني درتهم في ريسيبيون وحدهم، زدت معاهم كاس تاع زيت وكاس تاع مازهر كومبلي. كما راكم تشوفوا هنايا نفس الكاس اللي عبرت بيه السكر والماء تاع الشربات، عبرت بيه السميد وزدت عبرت بيه الزيت والمازهر والسكر تاني. كما راكم تشوفوا هنا رايحه نجيب البراميكسور ونخلط كامل هذه المكونات، لازم حتى يدوب معايا هذاك السكر كامل وما يبقاش يشكل حبيبات. انا كما راكم تشوفوا في هذه المرحله لازم تردوا البال، لازم ما يبقاش السكر كما راكم تشوفوا فيه هنايا، راه بدا يندمج لي مع الزيت والماء. رايحه نجيب البراميكتور كما راكم تشوفوا هكا، ورايحه نبقى ندرب فيه حتى ندوب كامل هذاك السكر اللي راه عندي. كما راكم تشوفوا هنايا راح ندربها مليح مليح ونرجع لكم. كما راكم تشوفوا هنايا بعد ما ضربتها مليح راح نروح نشوف الشربات تاعي. كما راكم تشوفوا هنايا الشربات تاعي بعد ما بدات تغلي ودير في هذه الفقاعات راح نخليها حوالي 15 دقيقة، يعني ما نزيدش فوقها دقيقة ولا نقص لها دقيقة، 15 دقيقة فوق الماء فوق النار حتى تنقص معانا الكمية، يبقى لنا النص. يعني حوالي هذوك ربع كيسان تاع الماء اللي درتهم يبقاو حوالي 2 كيسان تاع ما باش تجيني قيس قيس. كما راكم تشوفوا هنايا راني بعد ما عبرت السميد تاعي درت هنا ربع كيسان، وبعد ما ذوبت هذاك السكر في المازهر والزيت والاخر. كما راكم تشوفوا رايحه نبدا نخلط فيه، نبقى نزيد هاد المكونات كامل في السميد تاعي، نبقى نزيد غير بشويه ونبقى نخلط فيه غير بشويه. كما راكم تشوفوا راح نحط التليفون هنايا معكم نفيكسيه. كما راكم تشوفوا هنايا رايحه السميد تاعي يولي جاري، يعني ما نخافش منه. انا درت هاد الطريقه باش ما نخليش
يعني ما نخليش الشامية تاعي حتى تشرب، يعني تبات وتتشرب عاد كي نطيبها. جيست نخليها غير 2 سوايع تريح باش يندمجوا كامل المكونات ويطلع لي هذا السميد تاعي قبل ما ندخلها نطيبه ونطيبها يعني وتنتكل في نهارها. ما تخلوهاش حتى تبات يعني تنتكل في نهارها وتخرج ما شاء الله كيما تاع البيع تاع برا. كيما راكم تشوفوا انا هنايا ما رانيش نعجن في السميد، راني جيست غير باش يندمجوا المكونات، يعني غير براس تاع صباحتية كيما راكم تشوفوا. راح نخلط كامل داك الخليط مع هذا السميدة تاعي، نخلطهم ونرجع لكم. هنا كيما راكم تشوفوا بعد ما كبيت كامل السائل اللي راه عندي يخرج لنا بهذا القوام. كما راكم تشوفوا هنايا راه الشربة تاعي راها وجدت بعد ما دارت هذاك البيض اللي راكم تشوفوا فيه من الفوق. هنايا صايره هي فاتت ربع ساعه، راح نطفي عليها. وهنا في هذا الوقت راني دوبت شويه زبده رايحه نطليها كامل في السنيوه تاعي كما راكم تشوفوا بهذه الطريقه. يعني هنايا الطريقه تاع الزبده تبقى اختياريه، اللي ما حبش يدير الزبده يدير الزيت. انا هنايا فضلت الزبده باش تطيب لي مليح مليح وما تتحرقليش. كما راكم تشوفوا راح نطليها كامل في السنيوه تاعي قبل ما نحط الشاميه ولا قلب اللوز كما يقولوا لها في السنيوه. كما راكم تشوفوا هنايا بعد ما طليتها مليح مليح. وهنايا في هذا الوقت اللي راني ندير فيه في الزبده، انا الشاميه تاعي راني ديجا رونتها وحطيتها. هنايا بعد ما حطيتها غادي نخليها حوالي 2 سوايع عاد كي نفرغها في السنيوه تاعي اللي باش ندخلها للفرن. وهنا كما راكم تشوفوا هذا هو السيرو تاعي بعد ما وجد. هنا راني طفيت عليه ورايحه نخليه حتى يبرد تماما. يعني انا في هذا الوقت راح يبقى حوالي 2 سوايع. الوقت اللي نخلي قلب اللوز تاعي تشرب كامل المكونات عاد كنا باش ندخلها للفرن. انا بعد ما فاتت 2 سوايع حوالي 2 سوايع يعني حوالي ساعة ونص
رايحة نفرغ المكونات كما راكم تشوفوا هنايا. هذه هي قلب اللوز تاعي، رايحة نفرغها كما قلت لكم. بدات تشرب معايا، الاولى كانت معمره بهذاك الليكيد، بدا ينشف معايا كما راكم تشوفوا، ورايحه نخليها حتى تنشف تماما، زعما جوست 2 سوايع. كي تقفل 2 سوايع رايحه نرجع قبل ما ندخلها نطيبها، نوريكم كيفاش ولات. عاد كي ندخلها نطيبها. هنا كما راكم تشوفوا رايحه نخدم غير بالظهر تاع المغرفه، رايحه نفركت كامل الشامية تاعي باش تجيني متجانسة وتجيني تبقى وحدة، يعني متجينيش جهة طالعة وجهة مهودة كما راكم تشوفوا. رايحة نسرحها كامل في السنيوة تاعي، يعني هنايا ما رايحاش نضغط بزاف، غير جست نحلها في السنيوة. وهنايا رايحة نقول لكم واحد السر تاني باش تخرج لكم لا كولور تاعها من الفوق، تخرج لكم شابة بزاف، ويعني ما طيبلكمش جهة وجهة لا، ولا تخرج لكم جهة بيضة وجهة حمراء، تخرج لكم كامل تدي لون واحد ولون يكون متجانس كما راكم تشوفوا. انا هنايا رايحه نسرحها، لان هنايا ما استعملت لا ما لا والو، جوست ظهرت على المغرفه كما راكم تشوفوا. ورايحه نسرح كامل الشاميه تاعي بهذه الطريقه اللي راكم تشوفوا فيها. وانا هنا في هذا الوقت راني دوبت شويه زبده، كما راكم تشوفوا. هاي الشاميه تاعي في السنيوه كما راكم تشوفوا فيها. جربوها ما راكمش رايحين تندموا، راهي وصفه سهله بزاف وطريقه ناجحه 100%. واللي عندها اي سؤال ولا اي استفسار يخلي لي في التعليقات، راني نرد عليكم كامل. ما تنساوش تلايكيو الفيديو، واللي ما راش مفعل الجرس يفعل الجرس ويدير اشتراك باش يوصلكم كل جديد، وتوصلكم كل وصفات. سواء الوصفات اللي راني نحطهم لكم كامل مجربين وناجحين، يعني ما نحطلكمش وصفة كما تكونش ناجحة 100% وما تكون سهلة ما نحطها لكمش. هنا كما راكم تشوفوا رايحة نجيب الزبدة تاعي، كما راكم تشوفوا انا درت غير شويه تاع زبده، رايحه نطليها كامل في الوش تاع قلب اللوز تاعي بهذه الطريقه اللي راكم تشوفوا فيها. يعني نمشي نفرغ فيها الزبده غير جوست بالبانسو كيما هكا من الفوق باش تعطيني لون موحد بعد ما طيب. انا هنايا رايحه ندير لها كامل الزبده كما راكم تشوفوا، وان شاء الله تصوموا بصحه والسر، وان شاء الله تجربوا هاد الوصفة وتقولوا لي رايكم واش خرجت معاكم ولا ما خرجتش معاكم. وهنايا بعد ما ندخلها طيب جيست حبيت نقولكم بلي تخلوها حوالي نص ساعة حتى 40 دقيقة، يعني ما تفوتش 40 دقيقة. لو كان تفوت 40 دقيقة تبدا تتحرق لكم وتولي كراميليزي، يعني تولي كي الكراميل، وتخسري لكم الوصفه وما تنجحش معكم. كما قلت لكم هنايا كل وحده والفور تاعها، يعني هنايا ما ديباسيش كي يكون الفور حامي، اللي عندها فور حامي بزاف يعني ما ديباسيش نص ساعه، واللي يكون عندها الفور متوسط ولا بارد يعني ما ديباسيش 40 دقيقه. كما راكم تشوفوا هنايا بعد ما درت لها كامل الزبده من الفوق، يعني هنايا ما كترتش جوست غير باش تدي هذاك الاحمرار كما قلت لكم اللون الموحد كامل. جربوا هذه الوصفه. والان انا راح ندخلها للفرن، نعاود نرجع معكم بعد ما طابت. هنا كما راكم تشوفوا شاميه تاعي بعد ما طابت، ولا قلب اللوز كما يقولوا لها، بعد ما طابت تاعي انا هنايا راني خرجتها من الفرن راها سخونه كما راكم تشوفوا. ولادي راهم يقراو فيها. انا هنايا راح نجيب الشربة تاعي بعد كما قلت لكم الشربة باردة والشامية تكون سخونة،
راح نفرغ الشربات تاعي كما راكم تشوفوا شويه شويه حتى تشربها كامل هذا القلب اللوز. كما راكم تشوفوا انا هنايا بديت نفرغ الشربات تاعي بشويه. شوفوا كي بدات تشربها، يعني انا هنايا ما قطعتها ما درت لها حتى حاجه. انا بعد ما تشرب هذاك السيرو، يعني تدي حوالي ربع ساعه ولا 20 مينوت باش تشرب هذاك السيرو كامل كما راكم تشوفوا. راح نفرغ يعني هنا السيرو تاع حاجه قيس قيس، يعني الحساب تاعها يجي سوا سوا، ما يبقاليش سيرو زياده كما نقولوا نديرو يبقى. لا لا، ديروه كامل هذيك الكميه اللي درناها نتاع السيرو نفرغها كامل في هاد الشميه. رايحه تشربها كامل وتخرج في البنه، يعني ما شاء الله كيما تاع الشري تاع برا. يعني وصفة سهلة ما فيهاش بزاف مكونات، ما فيهاش بزاف صوالح، وصفة ناجحة 100%. ما تخافوش منها، ما رايحاش تخسر لكم، ما رايحاش تولي كراميليزي، رايحة تخرج لكم قلب اللوز كيما قلب اللوز تاع برا اللي نشروها وتندار في الدار وتكون يعني نظيفة وصحية وشابة وما شاء الله كما راكم تشوفوا هنايا. راح نفرغ كامل هذاك السيرو اللي بقى وراح نخليها حوالي 10 دقائق. راح تشرب كامل هاد السيرو اللي راكم تشوفوه فيه راهو عايم عليها، ما تتقلقوش منها، راح تشربه كامل. هنايا شوفوا بعد ما فاتت 10 دقائق شوفوا كيفاش شربت، هنا ما باغيه بزاف. انا هنا كما قلت لكم هاد القلب اللوز متخليها لا ترتاح لا والو، ورايحه تعطينا نتيجه ما شاء الله كما راكم تشوفون. بعد ما فاتت 10 دقائق وشربت هذاك السيرو رايحه نقطعها ويبدو ياكلوا منها. شوفوا كيفاش خرجت معايا. يعني شابه بزاف، جربوها هاد الوصفه راهي شابه بزاف، ان شاء الله تعجبكم. شوفوا كيفاش خرجت معانا طريه والبنة ما شاء الله. جربوا هاد الوصفة ما راكمش رايحين تندموا عليها وان شاء الله تعجبكم. هو الان نقول لكم رمضان كريم، وان شاء الله تصوموا بصحة وستر، وان شاء الله تجربوا هاد الوصفة وتعجبكم كما انا عجبتني بزاف بزاف. خرجت لي شابة كيف كي تاع الشري. انا هنا جيست ما خليتهاش ريحت، يعني كي تخلوها تريح واحد الساعة ولا راح تشرب مليح وتقبض روحها مليح اكثر من اللي راها. ولكن انا جيست 10 دقائق شوفوا كيفاش خرجت معايا وكيفاش ولات معايا، ويعني قعدت لي كما راكم تشوفوا شابه بزاف. وان شاء الله تجربوها وان شاء الله تعجبكم، وان شاء الله نكون عند حسن ظنكم. والان جيت في نهاية الفيديو نقولكم الى اللقاء الى الفيديو القادم ان شاء الله، ورمضان كريم وتصوموا بالصحة والستر وعقوبة العام الجاي ان شاء الله.